السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. نعمل النهاردة كشري مصري. معنا طلبات الكشري المصري. معنا هنا شعرية من الطاولة، هنا مكسراها نصين كده أو تكسرها 3 براحتك. معانا مكرونة من الصغيرة دي. معانا هنا ده مج رز، بس يعني لما غسلته كده زاد، يعني غسلاه كده ونقعه عليه شويه زاد يعني. وده شعريه. وده العدس بيبقى برضو غسلته ونقعته. وده الطماطم بتاعت صلصه الكشري. ومعانا هنا ايه 3 بصلات كده هحمرهم علشان الكشري. انا هعمله هنا في حله واحده، بيبقى جميل وتحفه. وفي نفس الوقت يعني ايه بتتحكمي في الكمية. ما بعمل كل حاجة لوحدها كده بتبقى الحاجة زايدة معايا. تعالوا كده نسمي بالله ونبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا حلة على النار، حاطة فيها شوية زيت كده عشان احمر البصلة. الزيت سخن معانا اهو. ننزل بالبصلة معانا، كمية البصل كده معانا. نهيته على مرتين يعني. نهيت البصل معانا اهو. معانا حلة تانية على النار فيها زيت برضه بيسخن عشان انزل بالصلصة بتاعت الكشري. هنا معايا معلقة توم مفروم، ننزل كده بقى في الزيت. هنا يا حبايبي انا حمرت التليفون، معلش بس التليفون انفصل معايا، معرفتش اكمل. التليفون انفصل معايا. هنا صفرت التومه بس، حمرتها بس حاجه بسيطه كده ونزلت عليها بالطماطم. هنا معانا البهارات بتاعتنا. هنا معانا معلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه كزبره ومعلقه فلفل اسمر صغيره ومعلقه كمون. هننزل عليهم كده على التقليبه كده. هنا البصل اتحمر معانا يا حبايبي، عشان بس انا بصور لوحدي. البصل اتحمر معانا واخد اللون الجميل اهو. هنا بقى هنزل بالشعريه هنا كده بالزيت. الرحمن الرحيم. كده هنزل بالشعريه بتاعتنا هنا كده. مكان البصل كده هنزل بالشعريه، وايدي فيها بقى يعني ما بسيبهاش عشان تحمر معاكي كلها ايه لون واحد. وهنزل برضه بالمكرونه يتحمروا مع بعض قبل ما المكرونه تتحمر تكون الشعريه اتحمرت معاها. بصي يا حبايبي ايدي فيها اهي بقى قلبها اهي الشعريه مع المكرونه. الشعريه بدات تاخد اللون معانا اهي. المكرونه برضه تتحمر معانا كده نص تحمير، فشكلها جميل. جربوا كده يا حبايبي الكشري كده في حله واحده ويبقى طعمه جميل وتحفه. بسم الله ما شاء الله. في ايدك فيها كده ما تسيبهاش. اتحمرت معانا يا حبايبي، الشعريه اتحمرت معانا اهي. هنزل كده بالعدس بتاعنا معانا اهو، اللي غسلاه كده ومنقعاه ومصفياه. هنزل كده بالعدس اشوحه معاهم.
اديله تشويحه كده وبعدين انزل بيه. لو عجبتكم الطريقه يا حبايبي ما تنسوناش في اللايك كده والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا كده الرز يا حبايبي برضه غسلاه ومصفياه. ننزل كده بالرز. دي كوبايه رز واحده بس، يعني بتزيد لما بتتغسل وتنقع كده بتزيد. وبرضه العدس مج عدس كده برضه بيزيد معانا. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده لما احس ان هو اتغلب بالماده الدهنيه كويس. وبعدين ننزل عليه بالميه السخنه اللي بتغلي معانا. هنا ميه بتغلي اهي، معانا هنا ميه بتغلي اهي بالرز والكشري هنزل بها عليه. يا حبايبي كل حاجه اتشوحت مع بعضها اهي. وادي شكل الكشري معانا. نجيب بقى كده المكرونه. نسوي الحله كده بقى عشان نحط المكرونه على الوش. هنا المكرونه معانا الاسباجيتا هنحطها على وش الكشري كده عشان تبقى فوق. ووزعيها كده كويس كده عشان ما تبقاش ماسكه في بعضها. نوزعها كده كويس كده. هننزل كده بالميه اللي بتغلي معانا. ما شاء الله. ده كده مش هخلي الميه يا دوبك بس الميه تغطي الكشري من تحت، بس المكرونه مش باكيت لا، هي كده يا دوبك على وش الرز. المكرونه مش متغطيه خالص عشان يبقى مفلفل معاكي وجميل. نعمل النار كده بتاعتي بقى. نحط الملح كده، هنضرب الملح بتاعنا. ومعايا واحدة ماجي كده. نضرب واحدة ماجي كده على وش الكشري واغطي عليه لما يستوي واوريكم شكل الكشري في النهاية. كده يا حبيبي تعالى نعمل دقة ثوم مع بعض. بالثوم بالخل دقة الكشري. معايا هنا نص معلقة ثوم مفرومة. انا ليه حطاها في الحله هنا عشان انا هعملها احطها على بعضها واحطها تغلي على النار غلوتين 2 بس، بيبقى طعمها احلى بكتير. وبعدين الاكل اذواق برضه. ومعانا هنا عصير ليمونه كامله. هنزل بقى هنا كده على نص معلقه الثوم. ومعايا نص كوبايه خل. معايا نص كوبايه خل اهي صغيره. ومعايا كوبايه كبيره ميه. ومعايا هنا نص معلقه كمون على ملح. انزل كده اقلبها كده واخدها كده على النار تغلي معايا غلوتين 2 بس. وعايزه اصفيها براحتك، مش عايزه الثوم ده كله يعني بيفضل تحت كده في القاع كده ما بينزلش معاكي على الكشري ولا حاجه. وعايزه اكورها لك في الاخر. انا ولعت عليها النار اهي هتغلي غلوتين معانا بس واسيبها تبرد. ومعانا بقى تعالوا نشوف الكشري معانا كده. بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا حبايبي ده بقى اقلبه تقليبه كده عشان انزل المكرونه الباكيت تحت عشان تستوي معايا. شفتوا الكشري معانا؟ شكل الكشري بسم الله ما شاء الله مفلفل وجميل. البخار بس عشان بيطلع على الكاميرا طلع معاكم ووريهولكم كده يا حبايبي. غليت معانا غلوتين اهي هطفي عنها بقى. جبت طبق طاسه كده ولا طبق ألمونيا عندك، طاسه كده احط معلقه زيت. هنعمل اللي هي شطه المحلات الشطه الحاميه. معلقه زيت كده. ومعانا معلقه شطه واحده.
معنا معلقه شطه واحده ننزل عليها بالراحه كده، اشوحها كده في معلقه الزيت، يعني هي ريحتها بتطلع على طول. معلقه الزيت بتغلي معانا اهي. هنا صلصه الكشري، صلصه الكشري معانا اهي. هجيب كده حبه من صلصه الكشري كده ايه احلى شطه كده بقى معانا، احلى شطه كده للكشري اهي حبه. اللي حابب يحط شطه حاميه حابب، مش حابب برضو براحته. جيت معانا اهي اطفي عليها. وبكده يا حبايبي يبقى غدانا خلص. الكشري معانا اهو جميل وتحفه. بصي يا بنات البصل، بصي يا بنات الكشري مفلفل قد ايه، مفلفل اهو. حبيت اوريه لكم ان هو مفلفل ازاي، وكل حاجه مستويه. ويعني وفرنا في انك توسخي حلال كتير وكده، وطريقته جميله وتحفه. ومعانا هنا الشطه بتاعت المحلات، ومعانا هنا الدقه بالخل وبالثوم، ومعانا هنا الصلصه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.